يقول: هل يجوز لي الدعاء على من ظلمني وعدم مسامحته في الدنيا؟ يجوز. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا يقنت على الذين قتلوا القراء، ويقنت على الذين عذبوا ضعفة المسلمين مرة أخرى. فالدعاء على الظالمين يجوز، لكن يا إخواني الآن أغلب الدعاء ذا عندنا في القرابة. الحين تلقى القرابة هم اللي يدعي بعضهم على بعض. ليه؟ لأن ما يصبر بعضهم، ما يصبر على بعض، وبعضهم مبلي بسوء الظن. لو يقول رفيزه أي حركة فسرها تفسير آخر، تفسير سيء. حينئذ نقول يا إخواني في مثل هذه الحالة لا يجوز، لأنك يا أخي الشيطان يقول أنك مظلوم وأنت ظالم، فتجمع ظلمين، ظلم أول وظلم ثاني في الدعاء. ولذلك ما أحسن العفو. قال الله تعالى في أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف الآن، كظم غيظه ثم عفى عن الناس ثم أحسن، دعا لهم. هذه المراتب هي العليا. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ترى يا إخواني أعظم الأخلاق أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك. شوف، تعفو عن من ظلمك وتعفو وتعطي من حرمك. فإذا حصل للإنسان هذه الأخلاق التي يعفو فيها عن من ظلمه ويعطي من حرمه، هذه قمة الأخلاق، هذه قمة الأخلاق. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الحظ العظيم الصابرين. نعم، اللهم آمين.